بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما صارت كارثة الغزو 2/8 الغزو العراقي، معظم دول العالم وقفت معنا، وعلى رأسهم دول الخليج اللي كان لها موقف متميز: الإمارات، البحرين، عمان، قطر والسعودية. ولما نقول السعودية فإحنا نتذكر الكلمة الخالدة لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمة الله عليه، لما قال الكويت ماكو شيء اسمه الكويت أو السعودية، بلد واحد، يا نبقى معا أو ننتهي معا. وأنا أقول حق كل السعوديين، إلى 30 مليون سعودي، لما تزورون الكويت معقولة تحجزون فنادق؟ لا والله ما لقيناها منكم. أنت تي تطق الباب على أي بيت كويتي، طق الجرس لما يفتح لك الباب طلع جوازك بس، قول له ها هذا جوازي سعودي، راح يقول لك أنت وأهلك الداشين وأنا وأهلك طالعين من البيت، يترك لك البيت. مرة ثانية، وأنا هذه رسالة حق 30 مليون سعودي، لما تجون الكويت لا تسكنون الفنادق، بيوتنا بيوتكم، قلوبنا بيوتكم، نشيلكم على رؤوسنا وبعيوننا. رجاء لا تسكنوا فنادق، تعالوا بيوتنا، وحياكم الله.